السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن أسباب قلة دم الدورة فجأة للمتزوجة. تعد الدورة الشهرية مؤشر مهم على صحة الجهاز التناسلي والهرموني لدى المرأة، وعندما تلاحظ المرأة المتزوجة قلة مفاجئة في كمية دم الحيض فقد يثير ذلك القلق والتساؤلات حول الأسباب وتأثير ذلك على الخصوبة أو بطانة الرحم. أولا، الأسباب المحتملة لقلة دم الدورة فجأة. واحد، تغيرات هرمونية. اضطرابات الهرمونات خصوصا هرموني الاستروجين والبروجسترون قد يؤدي إلى نقص مفاجئ في كمية دم الحيض. هذه التغيرات قد تنتج عن التوتر أو زيادة الوزن أو نقص الوزن أو استخدام موانع الحمل الهرمونية. اتنين، الحمل أو الرضاعة الطبيعية. في بعض الأحيان قد تلاحظ المرأة نزيفا خفيفا تظنه دورة شهرية، بينما هو في الحقيقة نزيف انغراس ناتج عن الحمل. كذلك تؤدي الرضاعة الطبيعية إلى تقليل إنتاج الهرمونات المسؤولة عن التبويض والحيض، مما يقلل من كمية الدم أو يوقف الدورة مؤقتا. 3، ضعف بطانة الرحم. من الأسباب المحتملة أو المهمة لقلة دم الدورة هو ضعف بطانة الرحم، وقد يحدث ذلك نتيجة للالتهابات أو عمليات تنظيف متكررة أو استخدام مفرط لمنشطات التبويض. ضعف البطانة قد يؤثر على فرص حدوث الحمل لاحقا. 4، تكيس المبايض أو مشاكل الغدة الدرقية. متلازمة تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية تؤثر بشكل مباشر على انتظام الدورة وكمية الدم. 5، الإجهاد النفسي والتوتر. يؤثر التوتر الشديد على عمل الغدة النخامية التي تتحكم في الهرمونات التناسلية، مما قد يسبب دورات خفيفة أو غير منتظمة. ثانيا، هل قلة دم الدورة تدل على ضعف بطانة الرحم؟ ليس دائما، ولكن في بعض الحالات تكون قلة الدم مؤشر على أن البطانة لم تنمو بالشكل الطبيعي، وخاصة إذا تكررت الحالة. ضعف البطانة يمكن أن يقلل من فرص الحمل ويحتاج إلى تقييم طبي. ثالثا، هل نقص دم الحيض يدعو للقلق؟ في حال كانت قلة دم الدورة تحدث بشكل مفاجئ أو متكرر أو مصحوبة بأعراض أخرى مثل الآلام غير المعتادة أو تغير في نمط الدورة، فمن الأفضل استشارة الطبيبة المختصة. لكن إذا حدث الأمر لمرة واحدة فقط وبدون أعراض مقلقة فقد يكون أمرا عابرا. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.